بسم الله الرحمن الرحيم. معكم محمد شحاتة، ورجعت لكم في قصة جديدة من قصصي في رحلة الأوبر السابقة. القصة المرة دي يعني مختلفة شوية. هنا في أمريكا أي واحد بيركب معاك أيا كانت جنسيته، لاتيني، أمريكاني، أبيض، أسود، whatever، أول سؤال بيسأله لك أول ما يعرف إن أنت مصري يسألك عن الأهرامات وكيفية بناء الأهرامات. فالنهارده معانا محامي، أول طبعا ما ركب ورقة من مصر، ابتدى يتكلم على الأهرامات وموضوع بناء الأهرامات، إذا كان الإلينت الكائنات الفضائية أو بني آدمين أو بتاع. فقلت له خليني أوضح لك نقطة. أنا لحد علمي، إحنا اتكلمنا في موضوع الإلينت ده في حلقة قبل كده سابقة. قلت له بس خليني أوضح لك نقطة. أنا لحد علمي إن تم بناء الأهرام في 20 سنة وكان على ايدين حوالي 120 ألف عامل، مات منهم حوالي 20 ألف. دي حدود علمي، ويعني الله أعلم إن كانت صحيحة أو فيها بعض الاختلاف. قال لي وال 120 ألف عامل واللي مات منهم 20 ألف دول، هل هم عمال أو عبيد؟ قلت له مش هيفرق المسمى، لأن فرعون ساعتها كان هو الإله وما دونه هو ملك له. قال لي يعني عبيد. قلت له مش هنختلف في المسميات. قال لي لا، يعني انت هل تقبل ان الهرم اللي بناه العبيد؟ قلت له ده انت دخلت في قصة تانية. قال لي من عايز اسأل، هل لازال في مصر عبيد لحد النهاردة؟ قلت له ده سؤال كويس. اولا لابد ان احنا نفهم حاجتين. في مفهوم ان العبد ان انا بروح اشتري واحد من السوق، اللي هو سوق النخاسة، ان انا اشتري واحد او واحدة ويبقوا جواري عندي. قلت له هذا الامر انتهى في كل الاماكن، لكن العبودية موجودة في مصر وفي أمريكا وفي كل مكان في العالم إلى يومنا هذا، ولكن تحت مسميات أخرى. قال لي لا 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 لا، ما عادش في عبودية. أمريكا ما فيهاش، دول أمريكا اللاتينية ما فيهاش، ممكن يكون عندك في مصر. قلت له اسمعني بس، ما تتحميش قوي. العبودية لازالت موجودة وهتفضل موجودة إلى قيام الساعة. قال لي ازاي؟ هات لي هنا عبيد في أمريكا. قلت له أجيب لك. قلت له لما صاحب العمل يجيب واحد معهوش ورق، هربان من الحدود، كويس، وهذا العامل مضطر يقبل بأي مبلغ شغل، أي عدد ساعات، أليست هذه عبودية؟ سكت وقال لي قلت له هي دي العبودية الحديثة، إن أنا أستغلك قدر المستطاع واستغل ظروفك وأجبرك على شيء أنت مش راضي عنه. هي دي العبودية، هي دي العبودية الحديثة، موجودة في مصر، موجودة في أمريكا، موجودة في كل مكان في العالم. صاحب العمل بيستغل الضعيف إلى أقصى درجة ممكنة علشان يطلع بأكبر فايدة موجودة منه. وهذا الأمر على فكرة مش موجود في أمريكا بس، ده عندك الهند أكبر مثال. يا تلاقي واحد مش لاقي ياكل، يا إما واحد معاه مليارات. ده من إيه؟ هل إدى العامل حقه؟ بالعكس. أنا شفت بعناية هنا هوت موتيلات يملكها هنود، كويس، وبيستعبد الهند اللي معهوش ورق، ده بكاد يرقع له. أليست هذه عبودية؟
فالراجل قال لي والله كلامك كله صح، بس لم يخطر على بالي هذا التفسير. قلت له هي ما زال ما قلت لك ان هنبص لها من انهي زاويه. هل المفهوم القديم انك تشتري واحد يبقى، قلت له ده اسمه جوهري، واحد جاء بيجري لحسابي، جاري امتلكته بالمال. التاني اسمه عبودية، عبد، انا استعبدت اللي قدامي عشان انا عارف ظروفه ايه، فاستغليت ظروفه لاقصى درجة لمصلحتي عشان احقق مكاسب مادية تفوق الخيال من وراء هذا العبد او من هذا الانسان الضعيف المسلوب الارادة. انا مش عايز اطول عليكم. إذا كان في الإمكان تعملوا سبسكرايب للي يعجبوا الفيديوهات. أنا نزلت حوالي 12-13 فيديو قبل كده عن الحكايات، ولا زال عندي حكايات كتيرة جدا هنزلها، بس من الواضح إن أنا شايف ما فيش اهتمام كبير بيها، لكن أنا هواصل إن أنا أنزل الفيديوهات. أشكركم على حسن الاستماع. معكم محمد شحاتة، السلام عليكم.